أهلا بكم معي في حكاية جديدة من حكاياتنا. حكايات ناس فتحوا قلوبهم وحكوا لنا أسرار عمرهم ما كانوا يتخيلوا إنهم يقولوها لحد. حكاية نهتدى مختلفة. حكاية عن الوحدة والاحتياج والغلط اللي بيبدأ بخطوة صغيرة وبعدها الدنيا كلها بتتقلب. صاحبة الحكاية بتقول: أنا عندي 30 سنة. اتجوزت وأنا عندي 24 سنة بعد خطوبة استمرت سنة كاملة. دوزي حسام كان شاب محترم جدا، هادي، مؤدب، ملوش في السهر ولا السحاب الوحشة، شغال موظف في شركة خاصة ومرتبه الحمد لله كان كويس. جوازنا ما كانش عن حب، بالعكس، أنا أصلا كانت بحب شخص تاني، لكن أهلي رفضوه تماما وقالوا إن حسام عريس لقطاس، ابن ناس ومحترم ومستقر وما فيش بنت ترفضه. وقتها استسلمت للأمر الواقع وقلت لنفسي: يمكن الحب يجي بعد الجواز، يمكن ربنا يكتب لي الراحة معه. وفعلا اتجوزنا وبدأت حياتي معه في شقة صغيرة لكنها هادية. في أول الجواز كانت مستنية منه كلمة حلوة، شد، اهتمام، أي حاجة تحسسني إني ست مدوزة ومرغوبة. لكن حسام كان بارد جدا في مشاعره، مش بيقول كلام حب، مش بيعرف يحتوي، وحتى لما كانت ألبس أو أتزين كان ممكن ما يخرج باله أصلا. كانت دايما أقنع نفسي إن دي طبيعته، وإن المهم إنه محترم وبيخاف ربنا. لكن مع الوقت بدأت أحس إن حياتي بقت شبه آلة، نفس الروتين، نفس الصمت، نفس الإحساس بالوحدة رغم إني متجوزة. لحد اليوم اللي حياتنا كلها تغيرت فيه، كان يوم الثلاثاء. حسام خرج الشغل الصبح عادي جدا. الليل دخل وهو لسه ما رجعش، والموبايل بتاعه مقفول. في الأول قلت أكيد شغله عطله أو بطاريتها فصلت، لكن الوقت عاد والخوف بدأ يأكل قلبي. وفجأة موبايلي رن برقم غريب. رديت بخوف، لقيت صوت راجل بيقول: حضرتك مدام حسام، جوزك عمل حادثة وهو دلوقتي في المستشفى. حسيت ساعتها إن الدنيا اسودت قدامي. روحت المستشفى وأنا جسمي كله بيرتعش، ولما دخلت شفته على السرير، وشه كله جروح، وجسمه متكسر، ورجله متدبسة. الدكتور خرجني بره وقال لي إن الحادثة أثرت على العمود الفقري، وإنه ممكن ما يرجعش يمشي طبيعي تاني. ومن اللحظة دي حياتنا انتهت بالشكل اللي كانت أعرفه. حسام رجع البيت، لكنه رجع شخص تاني خالص. بقي عصبي، حزين، مكسور من جواه. وأنا تحولت من زوجتي لممرضة. بساعده يدخل الحمام، ألبسه، أكله، أسقيه، أنيمه، كل حاجة، حتى نفسيتي ما بقرش حد مهتم بها. كانت بكي بالليل وأنا نايمة جنبه. شست إني ست لسه صغيرة، عندي احتياج للحب والاهتمام، لكن حياتي كلها بقت مرض وتعب ومسؤولية. ومع الأيام، حسام بقي قاسي أكتر، يزعق لأي سبب، يتعصب، يطلع غضبه كله عليا. كانت بحاول أتحمل وأقول حرام، الراجل تعبان، لكني من جوايا كانت بموت بالبطيء. لحد ما ظهر هشام. هشام كان صاحب حسام المقرب وزميله في الشغل. كان بيزورنا باستمرار بعد الحادثة علشان يطمن عليه ويساعده. في البداية كانت شايفاه مجرد راجل محترم بيقف جنب صاحبه، لكن الفرق بينه وبين حسام كان واضح جدا. هشام كان بيعرف يسمع، بيعرف يحتوي، بيعرف يقول كلمة تخلي أي ست تحس إنها لسه حلوة ومهمة. كل مرة يجي يقول لي: أنت ست عظيمة، أي واحدة مكانك كانت هتسيب كل ده وتمشي. أو يقول: حسام محظوظ بك قوي. كلمات بسيطة، لكنها كانت بتدخل قلبي بشكل مرعب. ومع الوقت بقيت بسطن زيارته، بقيت ألبس حلوا قبل ما يجي، أبص لنفسي في المراية، أحط برفان، وكأني بصحى من جديد. وفي يوم كان حسام نائم بعدما أخذ دواه، وأنا وهشام قاعدين في الصالة بنتكلم بهدوء. فجأة بسلي وقال: أنت آخر مرة ضحكتي من قلبك كانت إمتى؟ السؤال هزني من جوايا.
لأول مرة حد يأخذ باله إني تعبانة أصلاً. ومن بعدها كل حاجة بدأت تتغير. بقينا نتكلم على الواتساب. في الأول كلام عادي، بعدها بقي اهتمام، بعدها اشتياق. كانت كلما أسمع صوته أحس إن قلبي بيرجع يدق من جديد. وفي يوم بعت لي رسالة قال فيها: أنا بقيت مستني أشوفك أكتر ما مستني أشوف حسامة. كان المفروض أوقف كل حاجة هنا. كان المفروض أخاف، أبعد، أقطع الكلام. لكن للأسف أنا ضعفت. الوحدة كانت قاتلة، والاهتمام اللي كانت محرومة منه سنين خلاني أتعلق بأي كلمة حلوة. وفي مرة جاء البيت، وحسام كان بيتفرج على ماتش في أوضته. فتحت له الباب بهدوء، وقعدنا في الصالة لوحدنا. كانت لابسة وقتها قميص بيت خفيف وروب. ولأول مرة حسيت إن الرجل باص لي كأني ست فعلا. بس لي وقال بصوت واطي: أنت جميلة قوي ومظلومة. قلبي دق بعنف، وفجأة مسك أيدي. كانت قادرة أسحبها، لكني ما سحبت هرش. بالعكس، سيبت نفسي. قام وقف قدامي، وقرب مني أكثر، وبعدها خدني في حضنه. وفي اللحظة دي نسيت كل حاجة. نسيت إني متجوزة. نسيت إن الراجل اللي جوه الأوضة دي جوزي وصاحبه عمره. نسيت ضميري، ونسيت ربنا. دخلنا أوضة تانية بعيدة عن أوضة حسام، وهناك حصلت الخيانة لأول مرة. بعدها قعدت أعيد ساعات. كانت حاسة إني مبسوطة لأول مرة من سنين، وفي نفس الوقت حاسة إني سقطت من نظر نفسي. لكن الغلط لما بيتكرر بيبطل يبقى صعب. وهشام بقي يجي باستمرار، وكل مرة الحدود بين تقع أكثر، لحد ما وصل بي الحال إني أنام جنب جوزي بالليل، وأنا بفكر في صاحبه. وفي مرة حسام كان نايم في أوضة لوحده بسبب تعبه، وأنا كانت في حضن هشام في أوضة توني. ساعتها بسألت نفسي السؤال اللي خوفني: أنا أزي وصلت لكده؟ أزي بقيت بخون الراجل اللي كانت بايت عليه في المستشفى؟ أزي بقيت مستعدة أخسر نفسي بالشكل ده؟ بس للأسف بعد فوات الأوان. ودي كانت الحكاية. حكاية بدأت بوحدة واحتياج، وانتهت بخيانة كسرت كل الحدود. ولو وصلت لحد هنا، قولوا رأيكم بصراحة. هل البطلة كانت ضحية ظروفها، ولا ما فيش أي مبرر للخيانة مهما كانت المعاناة؟ واستنونا في حكاية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.